ما أحلى أن نجتمع معا في الحب يقول الرب باسمنا لمعا إلا وهناك أكون أنا. ما أحلى أن نجتمع معا في الحب يقول الرب اجتمع باسمنا لمعا إلا وهناك أكون أنا. ندعوك تعالى واشفعنا بروحك ازداد فرحا وسلاما لا يعطي بنا يا رب تعالى هنا ندعوك تعالى واشفعنا بروحك ازداد فرحا وسلاما إذ أنت وسلم بكل طريق نسلكه وطريق ليس سواه نجد نعطيه قلبا نملكه إذ أنت وسلم بكل طريق نسلكه وصديق ليس سواه نجد نعطيه قلبا نملكه. سبحان الأب والأبر والروح قديسا أهلنا أيها الرب الإله لندخل قدس أقداسك السامي الرفيع وقد طهرت قلوبنا وتنقت من كل نية شريرة فنقف أمام مذبحك المقدس بالطهر والنقاوة والقداسة ونقرب لك بإيمان صادق ذبائح روحية الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. إخوتي وأخواتي صلوا لأجلنا. مصروف موديل الضوء كلهم قادي شيء كيران مخمر ملكاي حيذا يضر من ثيدا وشميان عودي ثوب خيان لما يثار
رزق السمين قد اشتغم شبحت بثلث دخيث يلا دخل مريم وموت الموت اندوش وقتل ويث وحذم تليثا يوثو قد اشتون قد شطلهم قد شطلهم قد شطلهم من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس بارتموس. شبح المرضى شليحه وعلى رحمه والعالمين آمين. يا إخوتي، وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق، وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار بل للعصاة والمتمردين، للفجار وللخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفاكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين، والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي اؤتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته، أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت
علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية. لملك الدهور الإله الواحد الخالق غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. بارك الله. أرفماركم شفير عمش اليوم نحث الأصفوثان صد نسمع الأزبر ثاد من الحياة الله هادي وانقليون هادي شاد مراني شام سيحو ثقل علي سلام كل خون Evangelion qadisad moran yeshon shihaz bartho mahyonitho من لوقا صبرون دم سابر حيل وفرقان العلم زبنه خيل دق يمتد مرا ولهان وفرق ديلان يشعم شيحا من الفتحة يرات الباسر من بثلتو قادشتو مريم قال دين هو خانه وين ولما تمت أيام ارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم وأرسل رسلا قدامه فمضوا ودخلوا قرية من السامرة ليعدوا له فلم يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال له ربنا تريد أن نقول فتنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا فالتفتا ونهرهما وقال لا تعرفان من أي روح أنتما إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك النفوس بل ليخلصها. ومضوا إلى قرية أخرى وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد أتبعك إلى حيث تمضي يا سيد. فقال له يسوع
للثعالب أوجرا ولطيور السماء أوكار. أما ابن الإنسان فليس له موضع يسند إليه رأسه. وقال لآخر اتبعني، فقال له يا سيد إذن لي أن أذهب أولا فأدفن أبي. قال له يسوع دع الموت يدفنون موتاهم وأنت فامضي وببشر بملكوت الله. وقال له آخر أتبعك يا سيد، ولكن إذن لي أن أذهب أولا فيودع أهل بيتي وأعود. قال له يسوع ما من أحد يضع يده على المحراب وينظر إلى ورائه يكون صالحا لملكوت الله. والأمن والسلام لجميعكم. أحد مبارك الجميع. اليوم بكل فخر واعتزاز نرحب بالشماس سمير ميخا شمعون. أهلا وسهلا بك شماس في كنيستك، ربنا يحفظك ويقويك دائما لخدمة مذبح الرب. يوم الخميس القادم راح يصادف عيد الصعود، راح يكون القداس في الساعة 6:30 مساء. يوم السبت القادم راح يكون ختام الشهر المريمي، راح تكون الوردية في الساعة 6 والقداس راح يكون في الساعة 6:30 مساء أيضا. راح تعمل كنيستنا لعبة البينجو يوم الجمعة 30/5 في الساعة 6:30 الدعوة عامة للجميع. بمناسبة سنة اليوبيل راح تعمل كنيستنا سفرة دينية وسياحية إلى إيطاليا، برتغال، إسبانيا لمدة 13 يوم من 23 آب ولغاية 5 أيلول. التفاصيل موجودة في مكتب الكنيسة. نقدم هذا القداس على هذه النيات. قداس 3 والسابع عن روح المرحوم شانت عزيز هدايا. تقبل التعازي عن راحة نفس المرحوم شانت عزيز هدايا وشقيقته سلفانا عزيز هدايا في قاعة هاي الكنيسة إلى الساعة 4 مساء. أيضا قداس 3 والسابع عن راحة نفس المرحوم تقلى أيوب طنور. تقبل التعازي عن راحة نفس المرحومة تقلى أيوب طنور في قاعة كنيسة الشهداء من الساعة 2 وحتى الساعة 6 عصرا. أيضا صلي صلاة 40 عن روح المرحومة سلفانا عزيز هداي. أيضا صلاة 40 عن راحة نفس المرحومة نرجس صليوة باباوي. أيضا نذكر في هذا القداس هذه النيات: الشماس حبيب الطولي، مريم هيمن باهينا، ستيفان هيثم قحق، مرزينة هدايا، زريفة هدايا، نجاة خضر هدايا، أميرة خضر هدايا، أبي لحد شمعون، نجيب هدايا، أسامة عزيز هدايا، عزيز هدايا، أيوب يعقوب بنور، النوسة داود هدايا، عبد الله يعقوب بنور، خضر كرومي هندي، أمينة خضر مروكل، داود خضر كرومي هندي، يلدى حنا شيخة، حنا خضر مروكل، موفق يلدى شيخة، عزيز منصور القس إيليا، باكوس حنا القس بطرس، عبد الله خضر شحولة وزوجته مريم، صلاح عبد الله القس بطرس، عبد الله القس بطرس، الياس القس بطرس، حازم القس بطرس، داود بهنام بني، كاترين عزيز، سلام ناصر شعيا، حازم جيجي داود، صلي وسمعان ششة. صلوا من أجل هذه النيات. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا اليوم بالأحد الخامس بعد القيامة نشوف التلاميذ اللي كانوا يتبعون ربنا يسوع المسيح إلى هذا الحد بالتأكيد ما كانوا مفتهمين رسالته، ما كانوا مفتهمين تعليمه. نشوف وقت اللي يقولنا الإنجيل إنه ربنا بعث
جماعة يبشرون في مدينة للسامريين، نشوف هذول التلميذين يعقوب ويوحنا يحاولون وكأنه يريدون ينتقمون، يعني معناتها ما فهموا رسالة ربنا إلى هذاك الوقت هي رسالة السلام، ما فهموا رسالة ربنا هي من أجل إحياء الإنسان، هي من أجل إعطاء الحياة للإنسان، مو من أجل هلاك الإنسان. هذا الفكر الانتقامي، خلينا نقول اللي يريد يفكر بفكرة واحدة إنه هم الصح والبقية الخطأ، هذا فكر بالحقيقة كان موجود، وإلى اليوم لا زال هذا الفكر موجود حتى بيناتنا إحنا المسيحيين. وقت اللي نشوف واحد مغاير لفكرنا، عنده فكر معين، توجهات معينة، نحاول دائما المختلف عنا نبعده، المختلف عنا وكأنه على خطأ. وحتى يمكن العنف الموجود في داخل الإنسان لو تصل بينا مرات يمكن أن نأذي المختلف، الإنسان المختلف عنا. هذا الفكر كان موجود قبل 2000 سنة ولا زال مستمر موجود طبعا في كل الثقافات، في كل الشعوب، في كل الديانات. وعند هذول التلميذين أيضا هذا الفكر موجود، يقولون ربنا يسوع المسيح لو تخلينا راح نأمر النار من السماء وتجي وتبيد هذه المدينة. إذا هذا الفكر راح يجاوب ربنا يسوع المسيح للتلميذين، وكأنه يقول الإنجيل انتهرهما، وكأنه ليحسبهم فكر موجود بهم فكر شيطاني دائما. فعل الانتهار يستعمل ربنا يسوع المسيح وقت اللي ينتهر الشياطين، وكذلك بهذا النص الإنجيلي اليوم ينتهر هذول التلميذين ليقول أفكاركم ما هي أفكاري آني، ولا تعليمكم هو تعليمي آني، لكن أنتم وكأنه عندكم فكر شيطاني لازم تتعلمون. بعدين يجي ربنا يسوع المسيح يلتقي بهذول الأشخاص الثلاثة. أول واحد يقول له، هو يريد هذا المبادرة تجي من هذا الشخص، يقول له أريد أتبعك. هنا ربنا يسوع المسيح راح يجاوبه، وهذا الشخص يجي بحماس كبير بالحقيقة، وكأنه خلينا نقول مثلنا احنا مرات كثيرة نقول لربنا راح نعمل هالشكل وبس، خلي يا رب تنطيني هذا الشيء راح اعمل هالشكل. مرات كثيرة ينسقنا هذا الحماس، خاصة الوقت اللي تكون خلي اكو تجمعات دينية كبيرة، تجمعات اللاوعي مالتنا مرات يجرنا مثل هذا الاندفاع، لكن بعدين ورا ما تخلص خلينا نقول تروح المناسبة أو تروح خلينا نقول حادثة معينة، نرجع إلى حياتنا الطبيعية وكأنه شيئا لم يكن، ومو أنا الشخص اللي انطيت هذا الوعد لربنا اللي راح أحققه بحياتي. مرات كثيرة إحنا نكون نفس هذا الشخص الثاني. بالحقيقة ربنا راح دعاه، هو اللي قال له تعال اتبعني، يقول له خليني بس أدفن والدي. هنا ربنا يسوع المسيح نهائيا بدأ يقول ما نعز هذول اللي يموتون، نهائيا ما هي هاي الفكرة. لكن الفكرة الأساسية من هذا القول هو دا يقول له شوف مستقبلك، لازم أنت إذا تريد تتبعني المستقبل مالتك ما راح يكون مزدهر من التأكيد 100%، لأنه حالك راح يكون حال المعلم، والمعلم كلتنا إذا نقرأ الأناجيل كان بالنهاية الصلب. وإذا نقرأ تاريخ الكنيسة خاصة القرون الثلاثة الأولى اللي كانت كنيسة تبشيرية، راح نشوف كثير مئات أو آلاف من الشهداء اللي بذلوا نفسهم من أجل إيصال البشارة إلى كل إنسان موجود إحنا اليوم اللي نبشر بها بسبب هؤلاء الناس اللي بذلوا دمهم وانطوا من حياتهم في سبيل إيصال البشارة. فدا يقول له المستقبل مالتك هالشكل راح يكون. نشوف هذا أيضا يقول الإنجيل ما ينطي نهائيا أنه هل اتبع يسوع أو راح دفن والده، لا، يبقي الإنجيل مفتوح. شنو السبب؟ السبب حريتنا. هنا ربنا يقول دائما يدعونا نغير حياتنا، يدعونا علينا الملكوت، لكن عندنا هذا الشيء الأساسي اللي هو الحرية. هنا النص يتوقف إلى هاي النقطة، اذهب راح أدفن أبي ما أدري شنو، لكن شنو ينطي خلينا يبقينه مفتوح، معناته مجال الحرية موجودة. وهذا الشيء
بالحقيقة المميز والأساسي في المسيحية. كلنا عندنا حرية الاختيار، نبقى مع الرب أو ما نبقى مع الرب، وهذا الشيء مهم بالمسيحية. نشوف المثل الثالث اللي ينطينه ربنا يسوع المسيح، اللي يلتقي بهذا الإنسان اللي يشبهنا كثير. مرات كثيرة يدعون الرب ويقول خليني أودع أهل بيتي. مرات كثيرة خلينا نقول حجج وقدامنا وقت اللي خلينا نقول نمشي لا سمح الله بطريق خطأ، وتجينا الدعوة مرتنا أقول أوكي بس خلي هاي المرة وهاي المرة خلينا نقول تجر مرة أخرى، ونظل واقعين بالخطأ مالتنا نفس الشيء، وما عندنا هاي الشجاعة والقدرة أنه ننتقل من وضعيتنا السلبية إلى الوضعية الجيدة. لأنه من يذهب إلى الرب يسوع بالتأكيد راح ينال الحياة الأبدية. مرات كثيرة كلتنا نقع بهاي التجارب، نكون سالكين في طريق يمكن ما تكون الخطيئة كبيرة لكن يكون الطريق خاطئ، ومرات كثيرة نعرف هو خاطئ لكن إحنا نبقى مستمرين مثل هذا الشخص الثالث اللي يطلع حجج، بس أخلص هاي الشغلة وراح أعدل من مساري، بس أسوي هذا الشيء وراح أعدل من مساري. ويبقى الإنسان بهذا خلينا نقول بهذا السؤال وهذا الجواب مالته اللي يسأل نفسه ويجاوب نفسه. مرات يجي الموت وياخذه، ما كان غير لا من حياته ولا من تصرفاته السلبية ولا كان عدل من أسلوب حياته. إحنا اليوم من هذا الإنجيل أخوتي خواتي نتعلم. ربنا يدعونا، ومرات كثيرة إحنا نروح ننطي نفسنا خلينا نقول ونكرسها من أجل عمل شيء معين، عمل خير معين من أجل ربنا يسوع المسيح. لكن هنا مرات كثيرة نتوقف مثل هذول الثلاثة. خلونا كلتنا يكون عندنا هذا الإيمان، يكون عندنا هاي الجرأة. تعليم ربنا يسوع المسيح هو للناس الشجعان، والشجاع يقدر يغير، لكن الإنسان الخامل، الإنسان الكسول، الإنسان الخواف بالتأكيد ما راح يقدر يغير حياته، وراح حياته كلها تستمر بهذا الطريق، ومرات مثل ما قلت يكون هذا الطريق خاطئ. خلونا كلتنا بهذا القداس نصلي من أجل هاي النية، كلتنا يكون عندنا هاي القدرة وهذا الاستيعاب وهذا الوعي أنه نغير المسار. إذا كان عندنا مسار خاطئ في حياتنا أنه نغيره ونتوجه دائما إلى ربنا يسوع المسيح اللي هو ينبوع الماء الحي حتى كلتنا نحيا بينه. آمين. لنعلن إيماننا، نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع المسيح الذي وخير إنسان والذكر الرب والوحيد المتصل من الآب والابن ومع الآب والابن يوجد له المجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مسؤولية نفر ألف إلى واحدة إخوتي وأخواتي صلوا لأجلي أيها الثالوث الأقدس. أيها الثالوث الأقدس خطايانا أيها الثالوث الأقدس هذا القرآن من أيدينا نحن فقط على المصحف الذي فوق السماء تجاوز عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا
دعونا إليك بإيمان صالح. اجعل يا رب فكرة صالحة لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين أسرعوا وأتوا على رجائك، لا سيما الأحياء والأموات الذين هذه الذبيحة وليسون. أيها الرب الإله العطوف والغزير الرحمة، يا من يجيب بعدل من يدعونه بغير ارتياب، هبنا لا نحن الذين يصرخون إليك بإجماع الكلمة أن نتبادل السلام بالوفاق وبقبلة مقدسة إلهية. نرفع إليك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. بنعطي السلام بعضنا البعض كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية بمحبة ربنا وإلهنا. أيوة. أترك لكم يعطيكم لا كما يعطي العالم، أعطيكم أنا سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم لا كما يعطي العالم، أعطيكم أنا. من بعد هذا الصلاة قدس المعطى لنا لنحني رؤوسنا أمام رب الرحيم. وإذا ما بعدت يا رب عنا كل انقسام أجددنا بوثاق حبك، وارسل لنا نحن المنحنين أمامك البركات الفائضة لنكون ساجدين حقيقيين لك وشركاء في خيراتك الأبدية. نرفع إليك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. إنك أنت يا رب كنز المعونات ومعين الخيرات، فاغننا نحن المحتاجين بغنى مواهبك الإلهية الذي لا ينضب. اجعلنا شعبا كاملا مقدسا وجمعا مفتدى يشيد بتسابيحك يا الله الآب وتسابيح ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين. نقيم حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطول وقداسة وحب وإيمان صادق، ونتأمل بالتقوى في هذه التعظيمة الرهيبة والمقدسة التي يقربها بنا الكائن الموقر عنا لله إله رب الكون ذبيحة حية وسلاما ذبيحة وشكرا. لتكون محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم. لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوقا الآن لنشكر الرب بمخافة. نشكرك ونسجد لك ونسبحك يا الله الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. تسبح جلالك السني جميع القوات الروحانية
والطغمات المتوقدة والمقتبسة من اللهيب، وأجواق الكروبيم الأقوياء المتوهجة، وأفواج الصارفين القديسين الرهيبة، أولئك الذين يصفقون بأجنحتهم ويسبحون ويهتفون صارخين وقائلين: قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصبر مملوءتان بمجدك العظيم أرسلنا في تقاديسا مثلثا نقرب لك يا الله الآب ولابنك الوحيد وروحك القدوس، إذ لا حد لقداستك، يا من أرسل ابنه إلى العالم على غير استحقاق منا، فظهر من امرأة وأحيا بموته موتنا. هاوت كاذب صبيوني تحلف الموت وحلف فين حاطويه، شقال اللحم والي ذا وقادي شوثو بارف وقادش وقصو، يا بالتلميذ وقادي شوي مار سبخ المينك هونو إيثا وبغرودي دلقون والقلناس وبام زامن الحايد العالم علمي. خذن والخاصة من حمرا من ما ينساب بارخ وقادش، يا بالهون تلميذ ويمار سابشتو منك الخون هون عيثا ودمودين دلقن والقناص وباوم زامن الحايد العالم علمي. قال الرب: كلما تنعمتم بهذا السر اذكروا موتي واخبروا به حتى مجيئي. وفيما نذكر يا رب مجيئك الأول الخلاص ومجيئك الثاني للمجازات، نقرب لعظمتك المجد والابتهال، فلا نصبح غرباء عن ملكوتك، ولا تحرمنا صحبتك، بل أبهجنا مع ندماء مادبتك ومدعوي وليمتك. ولهذا تتوسل وتبتهل بيعتك ورعيتك بانسحاق إليك وبك ومعك إلى أبيك قائلتان: ونحن أيضا يا رب إذ نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. بارك مرحبا هذه الساعة ويا بعد الوقت يا أحبائي، لأن الروح القدوس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأفخارستية الموضوع ويقدسها، فانتصبوا بدون وخوف وصلوا.
استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، اشفق يا صالح وارحمنا. كانوا دبياث مغنون وثن حاول لحمة من هون بغرو دمشي حواله هادي لام لمزود بخاص وهانون عبيد موديلة دمشي حواله هادي لام ليمنحنا بتناولنا هذه الأسرار غفران الذنوب والصفح عن الخطايا ومعرفة حقيقية للإيمان وغيرة خوف الله الجديدة الأبدية. رسالة أعطيتني يا سيدي كي أخبر البلاء عن الحب العجيب، وقلت لي أن الطريق شائك، وقلت لي أني سأحمل الصليب، لكنك وعدت أن تمنحني من روحك القدوس عونا لا يقين، مكرسا نفسي لك، مضاعفا حبي لك، ممتلئا بروحك أسير خلفك، روحي وجسمي سيدي أمانة، وكلتني بأن أصونها لك، أردتني بأن أكون طاهرا مخصصا مكرسا لشخصك، نداء العالم قوي قويني كي أنكر النفس وأحيا ملكك، مكرسا نفسي لك، ضاعفا حبي لك، ممتلئا بروحك أسير خلفك، مكرسا نفسي لك، مضاعفا حبي لك، ممتلئا بروحك أسير خلفك. لنفعل الشكر لله الآب القدير والسجود لابنه الوحيد والتعظيم للروح القدوس الفاضل ما بين يديك تستودع حياتنا أيها الرب العظيم ومنك يستمد المراحم أشفق يا صالح وارحمنا يا أيها الرب الرحيم الرؤوف يا من يليق به التسبيح والمديح والتعظيم والتمجيد أكثر من الجميع، أهلنا نحن أحباك أن نصلي بطهارة وقداسة صارخين وقائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا ولا تفتنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير
لأن لك الملك والقوة جميعا إلى أبد الآبدين آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تدع التجربة تتسلط علينا، بل نجنا من الشرير المتمرد ومن طرقه المعوجة والملتوية، لأن لك الملك ولابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. ولنحني رؤوسنا للرب. بارك يا رب شعبك المؤمن هذا المنحني أمامك، وانقذنا من التجارب والمصائب، وأهلنا للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة بنقاوة وطهارة، فنتبرر ونتقدس بها ونرفع إليك الحمد لابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين. فلتكن نعمة الثالوث الأقدس غير المخلوق الأزلي الأبدي المتساهي في الجوهر ورحمته مع جميعكم إلى الأبد. ننظر بخوف ورهبة الأقداس القديسين وللأطهار تعطى. معنا الآب الواحد القدوس الذي خلق العالم بحنانه، معنا الابن الواحد القدوس الذي خلصنا بآلامه الثمينة، معنا الروح الواحد الحي القدوس المتمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. فقير فارقا مع الصليب فلنسجد ممجدين الآب والابن والروح القدوس له المجد من البدء وإلى أبد الآبدين آمين. هللويا. من مذبحك المبرر فلينحدر الغفران لأحبائك يا ابن الله، الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لبعثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. أبسط يا رب يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك، والقابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ولإسفار الوجه أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح
على حامل هذه الأقداس، على واهبيها وآخذيها، على كل من تعب واشترك فيها، فلتكن مراحم الثالوث الأقدس في العالمين إلى الآباد. يسوع حبيبي نصيبي الرحيم وسور حياتي وباب النعيم، إليك صلاتي استمع يا كريم، فأنت المجيب وأنت السميع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النور ولا نستطيع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النور ولا نستطيع. خلاص العباد لقد طال فينا النفوس الرقاد، فأيقظها ربي بحب رفيع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النهوض ولا نستطيع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النهوض ولا نستطيع، فيا ربي أحيي قلوب الأنام، ولا تبقي نفسا في وادي الظلام، وصل قلب بحسن السلام، سلام الفداء بالمسيح الوديع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، أريد النهوض ولا أستطيع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، أريد النهوض ولا أستطيع، وهب للهداة صحيح اليقين، تأثير روح الإله الثمين، وقوة فعل الكتاب الثمين، بترك الخطايا فيجيب الجميع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النوم ولا نستطيع، أعني يا قدير، أعني يا شفيع، نريد النهوض بك نستطيع، نريد النهوض بك نستطيع، إن شئت حياتي فبين يديك، إن شئت أشواقي فهي إليك، إني لست أطلب شيئا من لديك غير حبك الأمين والسعي إليك، هذه هي طلبتي، هذه منيتي، فاستجب لي يا إلهي.
المجد لك المجد لك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن لنا جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربناه للدينونة والانتقام، بل للحياة الأبدية وخلاص جميعنا فارحمنا. لكم قبلنا طيب الثوب. لنصلي مع بعض. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك ربنا على خير استحقاق منا الأسرار السماوية الخالدة المسيح الرحيم أمير الفادي وجعلنا خيرا أهلا بقبولها حتى إذا مات بالله بغلاسة النبي الطاهر الذي أرى بها نحن الله يصلح ما يرضينا الحمد والشكر وروحك القدوس الآن وإلى أبد الأبد. السلام لجميعكم. أمامك اللهم يا من تنازل برافته وتواضع من أجلنا بيفرة نعمته ولطفه ومنحنا شركة أسراره المقدسة، احفظ واختم أحباك الساجدين لك بيمينك الظافرة، فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها، واجعلنا لا نعود إلى الخطيئة، فنتقوى بك ونرفع إليك الحمد وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. نصلي صلاة الجناز على روح المرحومين شانت عزيز هداي، تقلع أيوب النور، سلبان عزيز هدايا، نرجس لي وضباوي. آدم رحم أبو على بنايا هاليلويا هاليلويا مراحم مريا عند أحلام مرنا شعميرو يوما وهاليلويا وهاليلويا وخافية حق لها خنياي سبحان بول برو ولا روح قديشو العبد كنيح بين ذكينا برضاله وأي ملك ثاد لا مشتريا عن قديشه أصدير نباب ورحد المادور وثن حظبا ثرحاذ ورهيب نبال أمشانو يوم
مشحيق بيبع الماء شاك العلو لو كضرح من الليل مشتقين دنقا ونبيع نزبن حي بادي النشا خالوهم نزبن قيصا ميت كلهان أخ حيواثا سوري زبني شبحو لباد براين مصع الزبني زغثتو على براد هفراقينون شيح الصالين عبر منك وصد موتو في منازل الحياة وفي مساكن الصديقين وفي مجامع الأبرار وفي أماكن القديسين الذين من البدء حسنوا في عينيك أهل بالمراحم التي منك أن يختلط عبيدك شانت وتقلى وسلفانا ونرجس الذين انتقلوا من بيننا ومعهم وبينهم يصعدون لك المجد والإكرام الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. أبانا الذي في السماوات هذه استثمة يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا مبتدئا رحمتك الرب معك وبارك أنت في النساء وبارك ثمرة في يسوع يا مريم القديسة يا مريم الله صلي لأجلنا نحن الآن وفي ساعة موتنا آمين. الراحة الأبدية أعطهم يا رب. المجد للآب والابن والروح القدس والآن على دوام وإلى دار الآخرين آمين. انظروا بالسلام يا إخوتنا وأحبائنا، نحن نستودعكم نعمة الثالوث الأقدس ورافته مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر، البعيدين والقريبين الأحياء والأموات المخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس. فليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم وليصفى عن زلاتكم ويرح نفوس أمواتكم ويرأى بنا العبد الخاطئ ولتعني صلواتكم. امضوا بالسلام وأنتم فرحون ومسرورون وصلوا لأجلي. نهار مبارك للجميع. آمين. الله تباركي فيما خصك الوهاب أشرقت من نقاك ثمرة بكر الله يا أحلى إسراك في الأفواه والأبنان سيحاتنا